السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير جدا. جايلكم النهارده بخبر حلو وفيديو جديد. ناس كتيرة سألتنا عليه وناس كتيرة كانت طالبة تعرف مني التفاصيل، وانا استنيت لحد ما اعرف التفاصيل كلها كاملة واجي اتكلم معاكم عليها. بس قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو زي ما اتعودنا كل مرة، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب قناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تنزل تحت وتكتب كومنت لطيف شبك او دخلت كلية ايه، او ايه الحاجة اللي واقفة معاك، او مجموعك كام، وايه الكلية اللي ممكن تناسبك ولا مش تناسبك، او محتاج تعرف اكتر عن ايه، وانا هرد على كله ان شاء الله زي كذا فيديو اللي فاتوا. يلا نبدأ نشوف احنا هنتكلم عن ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الفيديو معايا النهارده، والحاجه اللي انا هتكلم معاكم عليها والكليه اللي هتكلم عليها هي كليه بتاخد برضو من 50%. واحنا كنا من كام يوم كده او ممكن من اسبوع كده اتكلمنا عن كليه برضو بتاخد من 50%، واللي ما زالت ناس تكتب كومنتات وتقول ان هي راحت ومش عارفه توصل، او ان هما بيقولوا ان في زياده 25% وكل ده لا خالص. هي المصاريف بتاعتها اللي زادت شويه، واقول لكم في اخر الفيديو هي وصلت لكام، لكن كل حاجة زي ما هي. بس قبل ما اتكلم عن اي حاجة وقبل ما افتح سيرة اي حاجة، كلية النهاردة فيها 4 اقسام لعلم رياضة وقسم واحد لعلم علوم. والناس اللي قالت لي طب مفيش الادب اي حاجة، لا في الادبي، وهقول لكم على فرصة حلوة جدا بس استنوا لاخر الفيديو. والناس اللي طلبت مني تقليل الاغتراب واللي طلبت مني المرحلة الثالثة وصل لي اخبار عنها وهتكلم عليها بكرة باذن الله. وتقليل الاغتراب هيبقى بعدها باذن الله، يعني في خلال الاسبوع ده هيبقى قفلنا خلاص كل حاجه خاصه بالجامعه، وكل حاجه وصلت لي يدوبك بس هتتصور. طب تمام، ايه النقطه التانية اللي انا هتكلم معاكم فيها؟ هتكلم معاكم النهارده عن اسم الكليه وهي فين، وايه الاقسام بتاعتها، وايه القسم المفيد فيها، وايه القسم المش مفيد. كلية النهاردة اسمها تكنولوجيا الصناعة والطاقة. هي زي الكلية اللي فاتت، بس ده قسم يبقى فيه الأغلب ليه لعلم رياضة. طب الكلية دي موجودة فين، وهل ليها أقسام كتير؟ نفس الأماكن اللي كانت موجودة فيها التكنولوجيا الصحية برضو موجودة فيها تكنولوجيا الصناعة والطاقة، لأن الاتنين موجودين في مقر واحد. طب هي بتاخد من كام؟ هي بتاخد من 50% بالظبط، أو ممكن يكونوا زي ما بيقولوا 50% و9 من 10. طب هل انا لو جايبه 50% وفي 50% و9 من 10 مش هتاخدني؟ لا هتاخدك، بس هتدفع زياده. يعني لو مصاريف 15,000 هتدفع 17 أو 16، بتدفع حوالي 1000 أو 2000 بس زياده مش اكتر. طب تمام، ايه الاقسام بتاعتها وايه القسم المفيد فيها، وهل انا بشتغل منها امتى، وفي رقابه ليها ولا لا؟ يلا نجيب عن كل ده سؤال سؤال. طب ايه هي الاقسام بتاعتها بقى؟ الاقسام بتاعتها اول حاجه تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الساكن الحديديه، تكنولوجيا الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعيه. الاربع اقسام دول لعلم رياضه. طب اول حاجه تكنولوجيا المعلومات دي بتبقى خاصه بقى بالكمبيوتر والحاجات دي. طب السكك الحديدية بتنزل محطة القطارات والمصانع كل ده. طب الغزل والنسيج بتنزل مصانع الغزل والنسيج. طب الجرارات والمعدات الزراعية بتنزل برضو في الحاجة دي. طب هل أنا بشتغل إمتى وهل أنا بتخرج إمتى؟ أنت بتشتغل من أول يوم تدخل في الكلية، يعني مش زي بقى الكليات التانية وكل ده، لا أنت فرصة عملك موجودة من أول يوم تدخل في الكلية. طب هل أنا بقبض؟ ايوه بتقبض من اول خالص. يعني هقولك زي ايه، زيها زي التمريض العسكري بالظبط. كلنا عارفين ان التمريض العسكري بيقبضوا فترة الدراسة بتاعتهم دي، كمان هتقبض فترة الدراسة بتاعتك، ان انت بتنزل تدريب والتدريب بتاعك بيبقى كأنه شغل. طب هل انا بالنسبة لي ان انا اشتغل في مصنع والجو ده حاجة حلوة؟ حاجة حلوة جدا، لان المصانع دي لسه معمولة مبقالهاش سنة او سنتين بالظبط، مصانع جديدة هيحتاجوا فيها ناس جديدة، ممكن اصلا بعد كده تتطور كل ده خلال المصانع. بس قبل ما نتكلم بقى وقبل ما ندخل فرصة الشغل، تعالوا للقسم الخامس اللي موجود معانا في الكلية، وهي تكنولوجيا التصنيع الغذائي. ودي القسم ده موجود لعلم علوم بس، يعني مينفعش علم رياضة يدخل القسم ده. طيب تمام، هل القسم ده حلو؟ جدا حلو، وممكن بعدها تاخد والله اعلم حاجة كده زي دبلوم التغذية، وتبقى بعد كده دكتور تخسيس او دكتور التخسيس، واللي هو بتاع تنظيم غذائي والجو ده بعدها ان شاء الله. طب هل هي بقى الدراسة بتاعتها قد ايه، وهل انا ممكن اكمل ولا لا؟ زي الكلية التانية بالظبط، الدراسة بتاعتها سنتين وبتطلع فني، او 4 سنين وبتبقى واخد بكالوريوس.
طب هل انا ممكن اقف عند السنتين وما اكملش؟ ايوه عادي جدا، ممكن ما تكملش، دي حرية شخصية وانت ادرى بيها، هي سنتين وتكمل او ما تكملش خالص. طب هل الكلية دي ليها نقابة ولا ملهاش نقابة ولا ايه النظام؟ ايوه الكلية دي ليها نقابة وهتفتتح الفترة الجاية وهتبقى اسمها نقابة التكنولوجيين، لان الكليات دي معمولة بامر وزاري الدولة اللي عاملاها، فهتفتتح الفترة الجاية بإذن الله وكله هيشتغل، لأن أصلا فرصة عملك متوفرة سواء في مصر أو برا مصر. طيب تمام، نيجي لنقطة بقى، هل هي حكومية ولا خاصة ولا ايه؟ لا هي حكومية بس بفلوس، وهي كلية حلوة جدا 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 بجد، ولو فضلت شوية كده ان شاء الله ان شاء الله ليها مستقبل حلو الفترة الجاية، يعني اللي هتدفعه هتقدر ان انت تعمله وتستفيد منه الفترة الجاية. نيجي عند نقطة بقى، طب الفلوس بتاعتها 10,000 ولا 15,000؟ لا هي السنة دي الناس اللي راحت قدمت قالوا ان هي خلاص بقت 15,000 لانها غليت شوية، طبعا انتوا عارفين ان الدنيا غليت فاكيد هي هتغلي، بقت ب15,000. طب والناس اللي راحت قدمت قالت ان هي ب50% عادي جدا، يعني اي حد بيضحك عليك ويقولك ان هي مش من 50%، لا هي من 50% وقدم عادي خالص. والناس اللي شايفة مثلا ان فلوسها عالية شوية وهم هيقدروا، لا ادخلي عادي جدا، كلية مرتاحة وحلوة جدا 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 وليها مستقبل حلو الفترة الجاية سواء كنت علم علوم او علم رياضة. طب الناس بتوع ادبي اكتبولي تحت لو محتاجين كلية برضو زيهم كده بدون ما تكون في معهد ولا اي حاجة وانا اقول كل التفاصيل. واي حد محتاج اي حاجة بقى سواء مجموعه او المرحلة التالتة كده كده هعملها ان شاء الله، الاخبار بتاعتها وصلتني يدوبك بس هتتصور، او اي حاجة بقى خلاص اكتبولي تحت في الكومنتات، واكتبوا كومنتات حلوة للدفعة الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.